السلام عليكم متتبعاتي الغزالات، فيديو جديد ووصفه جديده. بريوش اللي كيجي قطني، كيجي لذيذ ما تشبعوش منه وكيجي هشيش وخفيف. قبل ما ندوزو المقادير وطريقه التحضير، فضلا وليس امرا ما تنساوش الاشتراك في القناه بالضغط على زر الاحمر وزر الجرس باش يوصلكم كل جديد. خلوا لي لايك للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب لتعموا الفائده. غادي نبداو على بركه الله في تحضير هذا البريوش. غادي نحتاجو ليه 2 الحبات ديال البيض، غادي نضيف ليهم كأس ديال السكر وكيس ديال سكر الفاني. غادي نخلط المكونات بالخلاط اليدوي جيدا حتى كتذوب ليا سنيده، يعني كينسجموا. وغنضيف رشه ديال الملح. كنستمر نخلط جيدا. وغنضيف كأس ديال الزيت. وهنا خديت كأس ديال الحليب، ذوبت فيه ملعقه ديال الخميره ديال الخبز، ملعقه كبيره. ضفت ليها ملعقه صغيره ديال السكر باش يتفاعلوا. عاد ضفتهم لهذا الخليط. دابا ضفت الكأس الثاني ديال الحليب، 2 كيسان ديال الحليب اللي احتاجيت في هذه الوصفه. وغنضيف كأس ديال الماء. كيف ما شفتوا راه عبرت بنفس الكأس، عبرت به السكر، عبرت به الزيت، وعبرت به الحليب والماء. بالنسبه للماء، يا اما دفيو الماء يا اما دفيو الحليب، وحده فيهم يكون غير دافي ماشي سخون بزاف. صافي تما ضفت النافع وحبه حلاوه. انا عندي مطحونين تقريبا ملعقه كبيره. وضفت 2 المعالق ديال الزنجلان، وضفت 2 الاكياس ديال خميره الحلويات. غادي نخلط جيدا. وغادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا وكنخلط في نفس الوقت. ضروري من الدقيق يكون نوعيه جيده باش كتكون الوصفه كتنجح معنا وكتجي كيف ما شفتوها في الفيديو. غادي نستمر نخلط بالضرب اليدوي غير حتى كتجمع ليا شويه العجين، وغادي نكمل نجمعها باليد ديالي باش كنشوف القوام ديال العجين. ضروري تكون العجين رطبه ما كتلصقش في اليد، ماشي كتلصق بزاف، يعني ما تكونش قاصحه، لان العجين اللي كانت قاصحه غادي يجينا البريوش مدقص. صافي غادي نستمر نكمل نجمع العجين ديالي باليد ديالي. نستمر نضيف الدقيق.
غادي نجمع الجوانب صافي وغادي نكتفي من الدقيق. غادي ندهن شويه بالزيت المائده باش غادي نحاول نشكل هذا البريوش ديالي على الحجم اللي بغيتو. ديروه على الحجم اللي بغيتو، كبير ولا صغير. المهم انا راه كنشكلو مباشره، ما كنخليهش يخمر وكيجي ناجح 100%. يعني مباشره كنشكلو الكريات عاد كنخليه يخمر. هنا درت في الوسط ديال البريوش الشوكولا، ممكن ديروه ممكن تستغناو عليه. عرفتوا الوليدات عزيز عليهم الشوكولا. صافي غادي نستمر نشكل البريوش ديالي كيف ما ممكن ديروهم على شكل اوفال، ديروهم طوال بحال الساندويتش، ديروهم على الشكل اللي بغيتو. كنبسطهم شويه باليد ديالي باش ما كيجوش طالعين، حيت غادي يتنفخوا، غادي يتزاد الحجم ديالهم. كيف ما كتشوفوا راه العجين كيجي رطب، ما كيجيش قاصح. ودابا من بعد ما كملت الكميه كامله غادي ندهن البريوش ديالي ببيضه كامله مع شويه ديال قهوه سريعه الذوبان وقطره ديال الخل. صافي كندهنو مباشره بعد ما كنشكلو وكنخليه يخمر. انا كندهنو بالبيض دائما قبل ما نخليه يخمر. صافي من بعد ما كندهنو بالبيض غادي نزينو على حسب المتوفر. انا زينتو شي وحدين زينتهم باللوز افيلي وشي وحدين درت لهم الزنجلان. نتوما ممكن ديروا الزنجلان او الحبه السوداء او البافو اللي بغيتو، يعني اللي متوفر عندكم زينوا به. صافي هنا من بعد ما غنسالي الكميه نزينها غادي نوضعو نخليه جانبا حتى كيخمر مزيان، كيتضاعف الحجم ديالو، كيخمر مزيان. عاد كندخلو الفرن كيطيب من الاسفل والاعلى حتى كيتحمر وكيطيب مزيان. ما كتكونش تاني العافيه مجهده بزاف وما تكونش تاني ناقصه. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوش من بعد ما كيطيب، كيجي خطير ولذيذ. جربوه. اللي جربت الوصفات خلي لي تعليق اسفل الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب اللي تعم الفائده. واللي اول مره يشوف القناه ديالي يشترك في القناه ويضغط على الجرس باش يوصلو كل جديد. ونتلاقاو في فيديو اخر، في امان الله ورعاية